السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير بجد والله من الفيديو الاخير. بقالي كتير قوي ما نزلتلكوش حاجه. جايه لكم بقى باخر فيديو في شقتي القديمه، ان شاء الله هنبتدي تصوير مع بعض بشقتي الجديده الحمد لله بفضل ربنا. عقبالكم جميعا يا رب. شايفين بقى النهارده جايه لكم هنعمل الشيش طاووق، قلت كده ايه ناكل الولاد اكله كويسه. قبل ما اتلخم في الشقة وكده والتوضيب بتاع الشقة الجديدة. بُص بقى أول حاجة هنخش في الوصفة على طول. جايبة معايا هنا وراك من الفراخ، قُلت له عايزة وراك شيش. وهتجيبيها وتغسليها كويس بالملح والخل. وخلاص كده ونسيبها شوية ونشطفها ونبدأ بقى في التتبيلة بتاعتنا. حطيت عصير ليمونة مع بصلاية مبشورة كويس جدًا، وكمان نُص معلقة صغيرة من التوم المهروس، وأبدأ إن أنا أقلّبهم كده أدخّلهم مع بعض، وأقوم جاية هنا بقى نازلة بشوية من الhot sauce. ده يعني حبّة صغيّرين ما بتخلّيش الشيش مشطشط ولا حاجة. لو أنتِ حابّاه يبقى مشطشط هتزوّدي بس إيه، يعني تزوّدي فيه كمية شطة. وهنحط كمان حوالي معلقة كبيرة من الصويا صوص الغامق أو الفاتح بقى، أيًا كان اللي عندِك. يعني بجد تتبيلة الشيش طاووق دي خطيرة بجد من الآخر يعني. وهنحط كمان معلقتين كبار اللي هُم بتوع الأكل من زيت الزيتون. وهنحط كوباية إلا ربع من اللبن، اللي هو المَج ال250 هنحط مَج إلا ربع. وهننزل بكيس ماجي اللي هو البودر ده الفورية أو السايبة من عند العطار. وهننزل بملح بقى حسب الرغبة. التوابل بتاعتنا عبارة عن معلقة صغيرة من الجنزبيل والبصل البودر والثوم البودر والبابريكا، ونُص معلقة صغيرة من الفلفل، وعندنا ربع معلقة من الشطة صغيرة، وربع معلقة من الكزبرة، ومعلقة صغيرة من بهارات الفراخ، ومعلقة صغيرة من السُمّاق. دي التوابل بتاعتنا بتاعة الخلطة بتاعة الشيش طاووق. بجد خلطة تجنن كده، هتاكلي شيش طاووق من الآخر، حاجة جميلة. هنجيب بقى الفراخ بتاعتنا ننزّلها في التتبيلة دي، وإيه، وهنقوم حاطين شوية خَل عشان أنا نسيت أقول لكم على الخَل في الأول. عفوًا بقى لو صوتي كده تعبان شوية، يعني بعد الهلكة بتاعة الشقة دي الواحد تعب على الآخر. هنا بقى هاجيب العصيان بتاعة الشيش طاووق، واجيب حاجة كده دُرَق معايا أو حاجة طويلة علشان أحط العصيان بتاعة الشيش في المَيّة قبل ما نبتدي كده بحوالي نُص ساعة أو ساعة عشان ما تتحرقش معاكِ في الفرن. هابدأ بقى أجيب خضار معايا هنا. معايا فلفل ألوان أصفر وأحمر وأخضر وبصل. حابة تحطّي طماطم بس إحنا ما بنحبش نحط طماطم، فهو بنشكِّل كده زي ما أنتِ شايفة. باحط فلفل وبصل مع الفراخ، وباحط يعني واحدتين كده بين كل قطعة فراخ وخلاص. وباجيب معايا صاج جنبيّة أو صينية زي ما أنتم شايفين، باحط فيه العصيان الشيش تبقى على حرف الصينية من ورا ومن قدّام. بقية الخلطة بعد ما خلّصت الكمية بانزّلها على الشيش وأكون مولّعة الفرن قبل ما ابتدي فيه. طبعًا التتبيلة بتاعة الفراخ عملناها وحطيناها في التلاجة لا يقل عن 4 ساعات. ده يعني لا يقل، عملتيها من قبلها بيوم تبقى خطيرة. هندخّلها بقى الفرن ونقلّبها أول ما الوش يتحمّر، نقلّبها على الوش التاني يتحمّر، نقوم نطلّعها. هي بتستوي على طول بألف هنا وشفا على قلبكم. عجبكم الفيديو النهارده لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. وانتظروا بقى فيديوهات حلوة جاية كتير. أسيبكم وأقول لكم بقى مع السلامة.